انه في المرحلة الحالية أنا بتكلم عن مشواره مع كرة القدم بشكل عام. ما فيش شك انه مليء بالانجازات، مليء بالانتصارات في كل مكان هو تواجد فيه، هو اضاف بما فيه طبعا انجازاته مع منتخب مصر. فعلى المستوى الفني لا خلاف على قدراته وعلى حجم عطائه، ولكن هناك ما هو اهم من هذه الجزئية، وهي تركيبته الشخصية. هو انسان على المستوى السلوكي، يعني انا بحب فيه بداية احترامه لنفسه، احترامه للغير، عارف حدوده، يعرف يقول ايه وما يقولش ايه. وبالتالي هو بيلقى حب واحترام الوسط الرياضي، اعتقد بنسبة 90% 99%. كابتن احمد قدوه لينا كلنا يعني بامانه، والراجل طول عمره اداء واحد في الملعب. واضح عليه جدا السنين اللي لعبها في النادي الاهلي. ما شاء الله واقف على رجله كويس، حتى في الزمالك برضه ما شاء الله. يعني بصراحه هو قدوه لكل اللعيبه المصريين يعني. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين، وبحيي طبعا كريم وبحيي احمد. يعني احمد عشان تقيمه من الصعب انك تقيمه. احمد تاريخ طويل جدا، من اللعيبه اللي انا احب اولادي ان هو يحتذوا بيه، زيه زي ابو تريكه، زي النجوم الكبار اللي هم عملوا تاريخ لمصر، زي هاني رمزي. الناس الكبيره جدا ديت اللي عملت تاريخ لمصر، من اللعيبه اللي انا بحب الستايل بتاعها، اللعيبه المقاتله مكافحه. طبعا انا عارف تاريخ احمد، اللي احمد لعب معايا، يعني لعب معايا وهو في بداياته، وطبعا متابع تاريخه من مغاغه للاسماعيلي ثم الاحتراف بره، ويعني عمل سي في جيد جدا جدا. اولا نظرا لاخلاقه الحميده اللي الناس كلها يعني لا نزكي على الله سبحانه وتعالى، ثم لادائه الفني المتميز خلال مشواره الاحترافي كبير في تركيا. الناس كلها يعني عرفت اللعيبه المصريه من خلال احمد حسن، من خلال عبد الظاهر، مجموعه اللي راحت عملت اسم كبير جدا، ثم الانتقال لبلجيكا، تاريخ طويل. كابتن احمد حسن ده قيمه وقامه طبعا، لانه من اللاعبين ذو الخلق اللي الانسان تقدر تتعامل معاه، تقدر تشوف وتتعلم منه كتير. من اللعيبه اللي الاحتراف اللي هو المثالي، بلس على كل دون ان هو اخلاق، حاجه كويسه من جواه، حاجه نظيفه. من اللعيبه فعلا اللي تتمنى ان انت تعرف احمد حسن. فبقول له دايما ربنا يكرمك ان شاء الله ويوفقك، وان شاء الله مزيد من التألق مع نادي الزمالك ومنتخب مصر ان شاء الله، لان هو قيمه فعلا. احمد حسن مش هتتكرر كتير، لان الشخصيات اللي زي احمد حسن ما بتجيش كتير، كل فتره كده تلاقي واحد زي احمد حسن. فاقول له ربنا يوفقك وان شاء الله بالتوفيق دايما، ومزيد من التألق ان شاء الله. بتمنى له التوفيق طبعا. احمد من قريبين قوي ليا، يمكن عشان انا من المنيا معاه من زمان وعارفه طبعا، فبقول له ربنا يوفقك ويكرمك وتستاهل كل خير يعني. كابتن احمد حسن قيمه كبيره لمصر، مش ليا بس، يعني راجل عميد لاعب العالم وعميد لاعب افريقيا وكل حاجه، يعني مش هقدر اوصفه بكلام. كابتن احمد حسن بيمثل لي شخصيا قدوه بالنسبه لي، بحاول اقلد فيه حاجات كتير طبعا، وحتى من ساعه ما كان معانا في المنتخب الاولمبي، فاتمنى ان انا اقدر اوصل لجزء من اللي هو وصل له. بدعي له بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقه ان شاء الله في الفتره الجايه. لا، كابتن احمد حسن طبعا يعني اخونا الكبير، راجل بنحترمه جدا وقدوه لينا ومثال لاي لاعب بتهيألي بيلعب كوره في مصر او في اي حته. راجل كابتن منتخب مصر، وراجل كان محترف، ويعني بعيد عن الكوره، بعيد عن اي حاجه. راجل طبعا اخلاقه عاليه جدا، كلنا بنحترمه وكلنا بنحبه. انا يعني ده حصل لي الشرف طبعا، انا لعبت مع الكابتن احمد حسن في النادي الاهلي، يعني حاولت قعدت معاه سنه او سنتين بالكتير، بس راجل اتعلمت منه حاجات كتير طبعا. كفايه واخلاقه وكفايه قيادته لاي تيم يلعب فيه، وبالتالي اي تيم يلعب فيه او اي فرقه يلعب فيها اكيد طبعا
ده شرف لاي حد طبعا ان الكابتن حسن يلعب جنبه او يلعب معاه، وبتمنى له رب التوفيق كده ان شاء الله. وخلاص يعني بتهيألي في اواخره قرب. بس لا الكابتن احمد طبعا قدامه ان شاء الله، قدامه كتير. راجل عنده عزيمه واصرار كبيره قوي في الملعب وفي بره الملعب برده، فان شاء الله بتمنى له التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. الحمد لله يعني علاقة مستديمة، علاقة كبيرة جدا، مش علاقة انه كان في المنتخب. انا يمكن زمان اول ما احمد حسن خرج كنت يمكن انا قلت خليفتك مين في الملاعب، قلت احمد حسن. ان احمد حسن كان بدايته عامله زي البدايه بالنسبه لي انا كلاعب في المنتخب والكلام ده وكده، فكنت برشحه يعني من اول ما انا من زمان يعني من فتره بعيده، وهو في المنتخب الاولمبي وكان مع كرول والمجموعه دي كده وقبل كده، وانا كنت برشحه للموضوع ده. احمد حسن بعد كده لما قربت منه وشفته كلاعب وشفته في المنتخب وقعد معنا فتره طويله، يعني فتره طويله قضيناها في المنتخب. كان احمد متواجد معانا اكتر من 6-7 سنين. احمد شخصيه جميله يعني، قيادي، شخصيه عنده مواصفات القيادة في التيم، فبيريحك كمدير فني أو بيريحك كمدرب أو بيريحنا كجهاز، إن تبقى العلاقة بيننا وبينه وبين اللعيبة وبيننا وبين الناس بتبقى حلقة وصل جميلة. الحمد لله يمكن السنين اللي قضيناها في المنتخب كلها شهدت لنا بطولات كتيرة، شهدت لنا تألق له يعني 3 بطولات الافريقيه، وشاهدت ليه هو شخصيا فوزه بلقب افضل لاعب في افريقيا واداؤه الراقي ووصوله للقب العميد، وكل ده كان في الفتره اللي هو قضاها معنا. فانا بعتبر احمد حسن من النجوم القلائل اللي جت للكره المصريه، حققت انجاز كبير سواء على المستوى المحلي في مصر او على المستوى الدولي او على المستوى الاحترافي في الانديه. سواء انا رحت تركيا، اسمه كبير هناك جدا في تركيا، بلجيكا اسمه الحمد لله كبير. يعني انا بعتبر احمد حسن نموذج للاعب كره القدم، اللي اتمنى ان ولادنا كلهم او الجيل اللي جاي كله يبقى قدامه احمد حسن كعنصر من عناصر الكره المصريه اللي ادت في الرياضه في الكره المصريه المسار اللي موجود. طبعا انا لو مش مقدم على نادي الزمالك، الزمالك هيقول له امشي، يعني ده وضع طبيعي. ولو نادي الزمالك مش احتياج لاحمد حسن، بص خلينا نكون صراحه مع بعض، مفيش نادي بيخلي لعيب عنده الا اذا كان في احتياج له، لان هي دي سنه الحياه. انا شايف احمد حسن قادر على العطاء وقادر لاكثر من كده. الفتره الطويله اللي توقف فيها الدوري دي كانت فتره للكل، لكن احمد حسن خلال هذه المرحله انا شايف ان احمد حسن قادر على العطاء وقادر انه يدي. وقلت ان كره القدم ليس بالسن، كره القدم بالعطاء داخل الملعب. من ممكن ان يكون هناك لاعب عمره 20 سنه و21 سنه و18 سنه و19 سنه و22 سنه، لكن اداؤه في الملعب ما بيأديش. الخبره مطلوبه، وفي نفس التوقيت الاداء البدني القوي والتنفيذ داخل الملعب مطلوب، ودول بيتوفروا في احمد حسن.